المغرب مع تنزانيا أدارها الحكم حاج محمد من تشاد. هي عنوان المباراة هو الكثير من الحالات الخشنة والتدخلات، بعض التدخلات التي تجاوزت الحد في هذه المباراة. خرج الكارت الأصفر في بعض الحالات ولم يخرج في حالات أخرى. تعال نشوف مثال من هذه التدخلات. هنشوف مثلا هنا في الدقيقة 21 نشوف اللاعب من تنزانيا طريقة التدخل، طبعا تدخل بتهور أقصى درجات التهور ويحصل على الإنذار اللاعب رقم 7. نشوف مع بعض الإعادة ونشوف طريقة الدخول. الحقيقة يعني أنا بنقول عليها أقصى درجات التهور لأنها كانت قريبة جدا من التدخل العنيف، ولكن الإنذار كان هو القرار. بعديها نفس الفريق ولاعب آخر رقم 20 بيلجأ إلى التدخل أيضا بتهور بشكل كبير، وأيضا الحكم هنا بيشهر البطاقة الصفراء للاعب. هنشوف حضراتكم التدخل عامل ازاي، يعني يعد فيما بين الانذار والبطاقة الحمراء، لكن البطاقة الصفراء كانت هي القرار فيها هاتان الحالتين. احنا جبنا مثال من الحالات، تعالوا نروح لحالة تانية وهي التأكد من هدف المغرب الأول. نشوف مع بعض لحظة لعب الكرة، كان اللاعب في موقف سليم. نشوف ادي لحظة لعب الكرة، لم يكن اي لاعب من الفريق المغربي في موقف تسلل في لحظة لعب الكرة، وبالتالي عندما ترتد الكرة من حارس المرمى الى اي لاعب يسجل الهدف وهو في موقف سليم من البداية. لكن احنا حرصنا بس ان احنا نؤكد على صحة الهدف. طيب نرجع تاني لاستخدام الخشونة ونشوف واحد من الاثنين اللاعبين اللي احنا جبنا مثال ليهم. طبعا في العديد من الانذارات في هذه المباراة. نشوف هذا اللاعب ونشوف تدخله هنا في هذه الحالة. ايضا هنا حكم المباراة بيحتسب المخالفة ثم يحصل اللاعب على الانذار وهو الانذار الثاني، وبالتالي البطاقة الحمراء. لو رجعنا الاسلوب اللي تدخل به اللاعب هي اخف كثير من حالات اخرى لم يشهر فيها البطاقة، ولكن يستحق اللاعب البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء. آخر حالة عندنا الهدف اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي، برضو تم مراجعته من قبل الفار وتم التأكيد على صحة الهدف. ادي لحظة لعب الكرة وادي اللاعب. الحكم هنا بيتأكد من حكم الفار. هنشوف احنا مع بعض لحظة لعب الكرة ونقف عندها ونشوف انه ايوه نمشي كمان امشي. دي لحظة لعب الكرة الثانية اهي. هنشوف هنا الكرة مع نفس الخط وهناك مدافع مغطي التسلل، وبالتالي الهدف سليم. ولكن كنا نود ان تظهر لنا لقطة غرفة الفار اللي هي بتترسم عليها الخطوط، ولكن ده لم يظهر. ده كان كل اللي عندنا فيها.